السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. إنه ما من شك أن المؤامرة للقضاء على الإسلام بدأت مع بدء البعثة النبوية الشريفة، وامتدت دون انقطاع في جميع العصور والأزمنة على مر التاريخ الإسلامي قديما وحديثا إلى يومنا هذا الذي نعيشه. ومن حق المسلمين اليوم أن يتساءلوا عن المؤامرة الحالية التي تحاك خيوطها في الظلام ضد أمتهم ودينهم العظيم، بغية القضاء عليه، وأن يتساءلوا عن خيوط هذه المؤامرة المبهمة بالتضليل الإعلامي الموجه، وعن أهدافها الغير معلنة برفع الشعارات البراقة والخادعة، وعن أولئك الذين يخططون لها ويحكون خيوطها في الظلام من أعداء الأمة والدين من خارج العالم الإسلامي وداخله. فإنه منذ بداية تسعينيات القرن الفائت الميلادي بدأت هذه المؤامرة الكبرى للقضاء على الإسلام تدخل حيز التنفيذ، فقد أعلن الزعيم الأمريكي الأسبق بوش الأب آنذاك عن ولادة نظام عالمي جديد أصبح فيه العالم أحادي القطبية على أثر تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي. ومنذ ذلك الحين تفردت الإمبريالية الأمريكية بقيادة العالم لتبدأ مؤامرتها الكبرى والخبيثة ضد الإسلام والأمة الإسلامية بمباركة ودعم وإسناد الصهيونية العالمية، ومن ورائهما قوى الغرب الصليبي، بعد أن تم استبدال الدائرة الحمراء في حلف شمال الأطلسي الناتو بالدائرة الخضراء للإشارة إلى استهداف الإسلام للقضاء عليه بعد أن تم القضاء على الشيوعية. ثم على إثر أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001 ميلادية جاء الزعيم الأمريكي السابق بوش الابن ليعلن عن البدء بالحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين، فكانت حرب أفغانستان ثم حرب العراق، لتتسارع بعدها الأحداث الساخنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي برمته لتكشف عن حقيقة هذه المؤامرة الكبرى للقضاء على الإسلام. منذ متى بدأت؟ أين وصلت؟ وإلى أين ستصل؟ وفيما يلي أتقدم بهذه النقاط الستة للوقوف من خلالها على أبرز معالم خيوط هذه المؤامرة الكبرى والخبيثة، والمدى الذي وصلت إليه، والمنتهى الذي تصبو إليه. أولا، ضرب الإسلام عن طريق شن الحملات المنظمة ضده من خارج العالم الإسلامي وداخله، وذلك كشن حملات التشكيك بصحة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وشن حملات التشويه لصورة الإسلام في العالم عن طريق إلصاق تهمة التطرف والإرهاب بكل مسلم على وجه الأرض، بالإضافة إلى شن حملات الطعن والتجريح بعقيدة الإسلام ورموزها الدينية عن طريق نعتها أنها وحي من الشيطان وليست المتعمدة لشخص الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، والنيل ما أمكن من أصحابه الغر الميامين الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين. ثانيا، ضرب الإسلام عن طريق الإمعان في تمزيق وحدة الأمة الإسلامية وتفريق كلمتها، وإحداث المزيد من الفوضى والقلاقل والفتن والحروب الطاحنة بين أبنائها، تارة بإثارة النعرات العرقية بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة، وتارة أخرى بإثارة النزاعات الطائفية فيما بينهم وضرب الفرق الإسلامية المتنازعة بعضها ببعض، وذلك لإظهار الإسلام من الداخل على أنه دين تطرف وإرهاب وعدم قبول الآخر حتى بين أبنائه ومعتنقيه فيما بينهم أو مع بعضهم البعض، ولإحداث المزيد من التفرقة والتمزيق والانقسامات الداخلية بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة على قاعدة فرق تسد، مما يحول دون الالتقاء على كلمة سواء فيما بينهم للوقوف في وجه هذه المؤامرة الشنيعة للقضاء على الإسلام. وثالثا، الانشغال وإلهاء المسلمين ببعضهم البعض وهدر طاقتهم في النقاش والجدال وافتعال الأزمات السياسية الموهومة ذات الضجة الإعلامية الفارغة، مع الإغراق في تحليل أدق التفاصيل وإبراز أوجه الخلاف فيما بينهم وإقامة الحجج والبراهين على بعضهم البعض لإثبات صحة معتقدات فرقهم الدينية ورأي علمائهم الفقهية ومواقف دولهم السياسية، وبالتالي صرف أذهانهم جميعا عن خيوط المؤامرة الكبرى التي تحاك في الظلام للقضاء على الإسلام وسحب البساط من تحت أقدامهم جميعا في غمرة انشغالهم بما لا يجدي نفعا ولا طائل منه.
دعم وإسناد العلمانيين الجدد في العالم الإسلامي وتقديم رموزهم كدعاة للتحرر والديمقراطية والعولمة وحقوق الإنسان من أجل جعلهم البديل السياسي المطروح في مقابلة علماني الأنظمة الحاكمة الحالية الطاغية والمستبدة بشعوبها بعد أن قامت أمريكا بتعريتها وكشفها على الملأ. والقصد من أحداث هذا التغيير السياسي في العالم الإسلامي هو الانتقال بالوضع السياسي القائم حاليا في العالم الإسلامي إلى وضع سياسي متقدم ونهائي في القضاء على الإسلام حسب تصور الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية. والفارق بين الوضعين هو أن الوضع السياسي الحالي في ظل علماني الأنظمة الحاكمة يكتفي بتعطيل دين الله وتعطيل شريعة الإسلام، في حين أن الوضع السياسي المأمول لديهم أي أمريكا واليهود في ظل العلمانيين الجدد يمكن من تبديل دين الله بدين العقل والهوى واستبدال شريعة الإسلام بشريعة الغرب والغاب. وبمعنى آخر الانتقال بالوضع السياسي في العالم الإسلامي من دور التجميد والتعطيل إلى دور الإلغاء والتبديل في صعيد القضاء على الإسلام. الإمعان في تنفيذ المزيد من سياسات التعهير الاجتماعي لمجتمعات العالم الإسلامي قصد تفريغ هذه المجتمعات من الدين والخلق، وتنفيذ المزيد من سياسات التجهيل التعليمي المتبعة في المناهج الدراسية قصد تفريغ عقول الأجيال المسلمة من أي محتوى ثقافي وحضاري إسلامي، وتنفيذ المزيد من سياسات التضليل الإعلامي الموجه من قبل الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية بقصد توجيه أفكار ومشاعر الأفراد والجماعات في العالم الإسلامي بما يشبه خطوط السكك الحديدية في الواقع، على النحو الذي يخدم مصلحة أمريكا واليهود في تحقيق أهداف هذه المؤامرة الكبرى على الإسلام ويساهم في إنجاحها. والقصد من ذلك كله إنما هو تهيئة هذه المجتمعات والجماعات والأفراد في العالم الإسلامي للمشاركة الفاعلة في أحداث التغيير السياسي المطلوب، وهو المشار إليه آنفا، للانتقال إلى وضع سياسي جديد بعلمانية جديدة وحكام جدد وطريقة جديدة في العيش والحياة ترضى عنها الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية تمام الرضا وتقبلها تمام القبول. فتح الأبواب على مصراعيها في العالم الإسلامي أمام موجات عارمة من الإرسالات التبشيرية التنصيرية المنظمة على الواقع الأرضي والفضاء التكنولوجي بقصد تنصير ما يمكن تنصيره من المسلمين في العالم الإسلامي تحت شعار حرية التدين والاعتقاد، وهذه واحدة من أهم أهداف المؤامرة الكبرى للقضاء على الإسلام في العالم الإسلامي، فهي تعني الانتصار الكاسح للحملة الصليبية الأخيرة التي أعلن عنها بوش الابن بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 دون الحاجة لمزيد من الحروب في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي برمته. إسدال الستارة على ملف القضية الفلسطينية بالتوصل إلى الحل النهائي في الصراع العربي الإسرائيلي على أساس تحقيق السلام الدائم في المنطقة، بما يحقق أن دولة اليهودية المزعومة في فلسطين المحتلة سنة 48 و900 وألف، ويفتح أبواب العالم الإسلامي على مصراعيها أمام التغول الاقتصادي اليهودي لتهويد ما يمكن تهويده من أرض أمة الإسلام تحت شعارات الاستثمار والتطبيع الاقتصادي والتنمية وتحسين مستوى الدخل المعيشي للأفراد والأسر في المنطقة، بل وتحقيق رفاهية العيش لشعوب العالم الإسلامي. وهذه أيضا واحدة من أهم أهداف المؤامرة الكبرى للقضاء على الإسلام في العالم الإسلامي، فإنما هي تحقيق لمشروع دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات بالنسبة لليهود والصهيونية العالمية دون الحاجة للاحتلال العسكري المباشر للأرض ما داموا يملكونها بأموالهم واستثماراتهم ويعثون فيها الفساد بكفرهم وضلالهم، بل ويستعبدون أهلها متى شاءوا. ولئن كانت مهمة الغرب الصليبي بزعامة الإمبريالية الأمريكية في القضاء على الإسلام تنتهي عند تنصير الأمة والبشر، فإن مهمة شذاذ الآفاق اليهود بزعامة الصهيونية الآفاق اليهود بزعامة الصهيونية العالمية في القضاء على الإسلام تنتهي عند تهويد الأرض والحجر. تستفيدوا من حلقة اليوم فلا تنسوا دعم المقطع بلايك واشتراككم في قناتنا الاحتياطية ورابطها في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعة والاشتراك في القناة.